محاولة جيدة كانت من مدافع المنتخب اليمني هشام شهاب. ملعوبة، يلا الثاني خلاص جول رسميا إلى دور الأربعة، الحمد لله والشكر. استغلالها من عبد الرزاق يا سلام يا عبد الرزاق، يا سلام يا عبد الرزاق. كرة إلى خارج أرضية الملعب، واضح معك صاحب الهدف الثاني عبد الرزاق. انطلاقة عبد الرزاق وتسديدته بكل مهارة في الملعب للمنتخب السعودي على جهة اليسار عند عبد الرزاق عواجي، ينجح في المرور عبد الرزاق، عرضية لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. أترى من أجل الاستعداد لكأس آسيا، وهذه محاولة تصل الحديث عن هذه التفاصيل. ربما جماهيري جيد، بطولة ما زالت في طبعا في اليوم الافتتاحي، لذلك مع مرور الأيام تسويق تقنية للمنتخب السعودي عند دقيقة 50. ما هي إلا اللحظات الأولى أن لا تخسر في المباراة الأولى، لأن الخسارة تعني بأنك ستلعب بفرصة الفوز بعد ذلك في المباراة الثانية. إمكانية العودة واردة للمنتخب اليمني في هذا الشوط الثاني من المباراة، لذلك سيفكر في السعودي. أبعدها مختار موفق من أمام 15 عبد الرزاق عواجي للمنتخب اليمني، لكن هي إلى رمية تماس، يمين مرور وتقدم وتمرير كرة في مكان جميل، فرصة من أجل الثاني، تسديدة لكن الكرة أسهل. ببعض الروح العالية بين الأشقاء، نحن إخوة لسنا جارين فحسب، هكذا هي الرسالة التي تأتي. حق أن يكون الفريق الأفضل في البطولة، استحق المباراة بهذا الشكل، وبالتالي فرحة اللاعبين مع إذن أيها الأحباء الكرام، رفع كأس الخليج الآن للأخضر السعودي للمرة الأولى في تاريخه. ألف مبروك للأخضر، لقب كأس الخليج تحت 20 عام بأسماء تلعب تحت 19 عام. إذن نبارك